السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. توحشكم بزاف بزاف صراحه، وتوحشت نحط لكم دي فيديو نشارك معكم هكا وصفات، ولكن الظروف الحمد لله على كل حال. المهم نتمنى نكون خفيفه الظل عليكم وخفيفه على قلوبكم. اللي اول مره كيشوف قناتي مرحبا به، تابونا بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. ما تنساونيش اخوتي من لي لايك للتشجيع فقط، فضلا وليس امرا بطبيعه الحال. واليوم ان شاء الله غنحضر معكم وصفه ديال الشعريه السفه بواحد الطريقه اللي ساهله وصراحه كتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. جربوها بهذه الطريقه وردوا عليا الخبر. اللي اول مره غديرها مبتدئه كوني متاكده غتصدق معاك الحبه على اختها، ما غتعجن مع حتى حاجه، كتجي رائعه بزاف وبواحد الطريقه اللي بسيطه. المهم كما كتشوفوا معايا خديت هنا نص كيلو ديال الشعريه ديال الصفه الرقيقه طبعا، ديال الباكيه كما شفتوا معايا اللي درت انا. هنا غندير واحد 3 المعالق ديال الزيت، تقريبا زيت نباتيه، وغادي نبدا كنلبس الشعريه ديالي بهذاك الزيت باش نضمن انها ما تعجن ما حتى حاجه وتبقى واقفه الحبه على اختها كيف ذكرت سابقا. والله العظيم الا هاد الشعريه بهاد الطريقه هادي راه كتجي بحال ديال المناسبات وديال يعني واخا تكوني اول مره غديريها مبتدئه غتجيك فحال الطباخه الكبار، كتجي رائعه. ثقوا فيا وجربوها، ونتمنى اللي جربتها ترجع ترد عليا في لي كومونتير. وبلا ما نطول عليكم اكثر، هنا كما كتشوفوا كنلبس الشعريه كامله بهذاك الزيت بحال كنديروا كسكسو. كنحاول الحبات كاملين يتقاطوا لي بالزيت، يعني هذه مرحله مهمه هي اللي كتخليها ما كتعجنش. صافي من بعد ما كنلبسوها مزيان كناخذ الكسكاس ديالي كنوضع فيه هذيك الشعريه وانا كنقادها بحال هكا كما شفتوا معايا بهذه الطريقه. صافي وكنرجعوها باش تفور التفويره الاولى ديالها. راها ما كتاخذش وقت طويل في التحضير وما كتديش منا مجهود كبير. انا راه زعما ما كنبغيش ندير وصفات اللي هما معقدين لان ما عنديش مع الوقيف بزاف، والصراحه راه ما خدتش مني وقت وكتجي لذيذه بزاف. هنا من بعد ما صافي درتها كلها في كسكاس غادي نرجعها فوق البرمه اللي بطبيعه الحال الماء غليان. ما ديروش الكسكاس ديالكم فوق الماء بارد، ديروها فوق الماء يعني يكون غليان سخون في البرمه. حطوا الكسكاس ديالكم يتفور 15 دقيقه. هانتوما خليتها 15 دقيقه، التفويره الاولى خدات لي 15 دقيقه وصافي. وانا نهزها هانتوما شتو مازال كتلصق في الكسكاس، هزيتها اخويتها عاوتاني في القصريه ديالي ولا في الاناء ديالي بطبيعه الحال. غنهبط هذاك الشيء اللي بقى في الكسكاس. المهم راه كنعطي هاد التفاصيل للبنات اللي مازالين صغارات يلا اول مره كيدخلوا للكوزينه مبتدئات. انا ما تنبغيش نهضر بزاف ولكن راه ضروري باش نوصل لكم الشرح من قلبي زعما. كما كتشوفوا معايا صافي غنحلها من بعد ما تفورات لي التفويره الاولى ديك ربع ساعه، جبتها حطيتها في كسكاس وحليتها مزيان. هنا غنرشها بكاس ديال الماء بارد، الماء عادي من الروبيني اي من الصنبور، يعني ما ديروا لا ما سخون لا حتى حاجه. ومازال ما درت ليها لا ملحه لا والو. صافي هذه التفويره الثانيه غندير ليها غير الماء، كاس كبير ديال الماء رشيتها به وغنخليها مده ديال 5 دقائق تشرب. ها هي تشربات، مازال داك الماء راه كاين لتحت يعني مازال فيها الماء لتحت، ولكن هي راه تشربات. غنهزها نسقطرها بحال هكا بايدي ونديرها في هذا الكسكاس ديالي عادي. عفوا اسمحوا لي وما تديوش على الصوت ديالي. المهم كما كتشوفوا راني كنهزها وكنسقطرها هكا بيدي وكنديرها في الكسكاس. الشعريه كل ما تشربات كل ما كتجينا رطبه ولذيذه اكثر. وصافي كل ما غادي نهز حفنه في يدي هكا غادي نسقطرها وغنحطها ونقاد وانا كنقاد في الكسكاس ديالي، وغادي نرجعها فوق البوطه عاوتاني. قبل ما غنرد الشعريه ديالي التفويره الثانيه غناخذ الزبيب اللي عندي القياس الكميه على حسب الرغبه. كنت مرقداه قبل في الماء وغسلاه ومنقيه بطبيعه الحال. غنديرو في الوسط ديال الكسكاس عاد غنزيد عليه الشعريه الاخرى، يعني درتو في الوسط. هذه في التفويره الثانيه. اللي ما بغاتش ديرو هكايا بغات تسلقو بوحدو تسلقو، ولكن انا تتعجبني هاد يعني بحال هكا هاد القضيه هادي مختصره. ما كنفضلش نسلقو عاد نبقى ما فيها كيما قلت لكم اللي يضيع الوقت ولا اللي يوقف بزاف. اللهم كنديرو في هاد المرحله كيجي زوين وكيتفور كيجي رطب مع الشعريه ولذيذ بزاف. كما كتشوفوا عندي الماء راه في القصريه، يعني راه الشعريه تشربات خدات الماء اللي الكافي اللي غيخصها.
وانا كنسقطرها في يدي عاد باش كنحطها في الكسكاس صافي. وغادي نرجع الكسكاس ديالي فوق البرمه اللي راها غليانه من قبل بطبيعه الحال. هذه التفويره الثانيه ربع ساعه حتى هي حتى يطلع فيها البخ كما وريتكم بحال هكا. انا كنصور لكم دابا هذا البخار باش تشوفوا ان الفوار ديالها كيطلع مده ربع ساعه حتى كتفور مزيان. انا البرمه ما كنقفلهاش لان الكسكاس عندي كيجي غارق في البرمه نيشان، يعني ما عنديش مشكل. هنايا جيت نحطها ويتخول لي النص في الجنب القصري، ولكن معليش صافي. من بعد ما تفورت لي هذيك ربع ساعه عاوتاني الثانيه هاني جبتها حطيتها في الكسكاس. وهذه هي التفويره الثالثه والاخيره ان شاء الله. خديت هنايا معلقه ديال الملح حسب الذوق ديال كل واحد، ودرتها في الماء بارد عاوتاني في كاس ديال الماء بارد كما قلت لكم من الروبيني. وغادي نرش الشعريه ديالي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وكنخليها تشرب. هنا كنحاول نحركها بيدي باش داك الماء يدخل فيها مزيان، ودوك اللي كيكونوا بحال تكوروا شي شويه يتحلوا. راه ما معجنه ما والو، غير كيكونوا شي كويرات طبيعي كنحاولوا نحركوا ونقلبوا بحال هكا باش يتحلوا لينا مزيان. كما كتشوفوا راه طابت ليا مزيان. خصها غير التفويره الثالثه باش يعني تبقى شاده ليا في راسها وتكمل طيابها، وحتى الزبيب راه طاب. وغادي نرجع معكم بعد ما تشرب ليا الشعريه مزيان. صافي هنا راه من بعد ما تشربات جبت الكسكاس عاوتاني غنحطها فيه، وانا كنقادها بهذا الشكل هذا كيف ما العاده. كما قلت لكم هذه التفويره الثالثه والاخيره. صافي كل تفويره ربع ساعه، كل تفويره خدات لي ربع ساعه لان الشعريه راها رقيقه دغيا كطيب، والماء راه كان ديجا عندي غليان في البرمه. بحال كان كتلقاو شي شويه مكور بحال هكا حلوه. كما قلت راها ما معجنه ما والو، غير كيكونوا دوك الكويرات طبيعي. صافي وكنقادها كامله في الكسكاس ونرجعها فوق البرمه تكمل التفوار ديالها الاخير، يعني نرجعها فوق النار. صافي هانتوما غتشوفوا معايا من بعد ما تفورت لي اخر تفويره اللي هي الثالثه. صافي هاني حطيتها دابا في القصريه، غنحاول نحلها مزيان. هنا غادي نخدم شي فورشيط ولا شي حاجه باش تقدروا تحلوها. وقبل ما نحلوها هانتوما خديت الزبده، طرف كبير ديال الزبده. انا درت الزبده ديال الاكل اصل حيواني ماشي ديال البوطه باش تعطيني مذاق لذيذ. وهنايا خديت ساشيه ديال الفاني اللي هي اختياريه، اول مره كنديرها فيها. انا مولفه كندير السفه ما عمري درت فيها الفاني، ولكن الصراحه فاش درتها حمقاتني ما ندمتش نهائيا، وعمري غنستغني عليها، غنبقى نديرها ديما ان شاء الله. جات لذيذه بزاف. الناس اللي كيعجبهم لذات الفاني راه جات كتحمق. هنا خديت معلقه كبيره ديال السكر كلاصي حتى هي زدتها، اي سكر ناعم. وصافي غادي نبدا كنحل هذيك الشعريه وكندخل فيها الزبده ما حدا سخونه، يعني ما حدا ديك الشعريه سخونه كتدخلوا فيها الزبده ديالكم. كما ذكرت سابقا هذه الزبده بالاحسن تكون اصل حيواني وديال الاكل باش تجينا لذيذه. صراحه عطات واحد المذاق زوين. كاين اللي كيبغي يزيد نيدو، حتى نيدو كيعطي واحد المذاق زوين. ما توفرش ليا وما ضفتوش، تقدروا تزيدوا واحد المعلقه كبيره مملوءه من نيدو، يعني الحليب غبره، اي حليب بودر راه كيجي لذيذ بزاف. كاين اللي كيبغي يدير دانون كله والاختيارات ديالو. انا بالنسبه ليا اكتفيت غير بالزبده وساشيه ديال سكر فانيلا وملعقه من السكر كلاصي اي سكر ناعم. صافي وكنحرك مزيان. درت الفرشيط لان الشعريه سخونه ما قدرتش نتحمل الحراره ديالها. بقاو تحلوها بحال هكايا حتى تبرد شي شويه عاد تخدموا يديكم. وصافي باش ندوزو لطريقه التقديم من بعد ما غنحلها مزيان بيديا. بالنسبه لكم الاختيار في طريقه التقديم، كاين اللي كيبغي يحطها يعني يقدمها بطريقه بريستيج، خصوصا الا كانوا عندنا ناس عزاز ولا ضياف ولا هكا ولا شي مناسبه. بالنسبه لي انا غير بوحدي يعني غير في الدار وكنت شويه عيانه، ما التقديم درتو عادي جدا، يعني تقديم تقليدي واصيل بحال اللي كانوا كيديروا مواتنا وصافي. وهاد الشعريه هادي انا رانا ماما كدير فحالها وداكشي باش تعلمتها منها، الله يعطيها صحيحتها يا ربي ويطول عمرها. داكشي باش خديتها منها، وصراحه راه كتجي لذيذه. اللي ذاقها عندكم غيسولكم اشنا هو السر ديالها. جربوها بهذه الطريقه ما غاديش تندموا. وللتذكير ما تنسونيش اخوتي من لي لايك للتشجيع باش يوصل الفيديو لناس اخرين ويشوفوه. شكرا لكم على تشجيعكم الدائم، وشكرا لكم على الكلام الطيب والزوين اللي كتخليو ليا سواء في الخاص او في لي كومونتير. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. ونتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم ونكون خفيفه الظل على قلوبكم. مع السلامه، فيديو لاحق ان شاء الله.